مساء الخير. احنا بنتسرق بمزاجنا في كندا، دي حقيقي. في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، وفي ناس عارفين وساكتين. طيب احنا بنتسرق ازاي وامتى وفين ومين اللي بيسرقنا، ونعمل ايه عشان نتصرف ازاي ونحاول نوقف السرقة دي على قد ما نقدر؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. انا ممدوح، مصري عايش في كندا من 16 سنة، وبشتغل محاسب ومستشار مالي في اكبر شركة تأمين موجودة في كندا هنا، وبعمل فيديوهات عشان اساعد الناس. رقم تليفوني هسيبه في اخر الفيديو للي محتاج اي حاجة اي استشارة، انا تحت امره في اي وقت. يلا نبتدي. المشكلة ان احنا بنبقى عارفين وساكتين، او ان احنا مش عارفين خالص، ودي مشكلة كبيرة، ان احنا مش عارفين ان احنا بنتسرق بمزاجنا. طيب مين اللي بيسرقنا؟ طبعا في ناس كتير تقعد تفكر مين، انما هو الوضع معروف لكل الناس ان هي البنوك اللي بتسرقنا بصراحة، وسرقة علني. سرقة علني، ومش بخاف ان انا اقول الكلام ده لان دي حقيقة موجودة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي البنوك تسرقنا وازاي نتصرف بعد كده. المشكلة ان احنا اللي بندي الحق ده ليهم، والمنتاليتي بتاعتنا جايين من بلادنا بمنتاليتي غريبة جدا. يجي يطلع لي واحد يقول لي ايه يا عم، البنوك دي مفيش احسن منها. ليه يا حبيبي؟ اصل البنوك دي حكومية. ليه؟ عرفت منين انها حكومية؟ البنك الملكي ده اسمه البنك الملكي، يعني تبع الملك، تبع الملكة او تبع الملك يعني. طب هو عشان اسمه البنك الملكي يبقى بنك حكومي؟ لا، مفيش هنا بنك حكومي. كل البنوك اللي موجودة هنا بنوك قطاع خاص. مفيش بنك هنا تبع الحكومة. دي نمرة واحد. طبعا هو جايب خلفية ان في مصر مثلا يقول لك ايه البنوك حكومية، مع ان في مصر برضو البنوك مش حكومية، دي بنوك شركات مساهمة مصرية، والبنك الوحيد الحكومي هو بنك ناصر الاجتماعي. انما هي ده المنتاليتي بتاع الناس اللي بتيجي هنا. نمرة اتنين، واحد تاني يطلع يقول لي اصل البنوك مضمونة. طب يا عم كله مضمون. لا مضمونة، مش هيحصل حاجة. طب حضرتك جربت مرة يكون عندك مشكلة مع بنك وتروح تشتكي في الهيئة اللي هي ضامنة وتشوف هتعمل ايه؟ طب جربت مرة بنك يفلس وتشوف هتعمل ايه؟ ما جربتش، فما تقولش حاجة حضرتك مش عارفها. البنوك مضمونة، مضمونة، بس فعليا ممكن تلاقي في حاجات كتيرة مش زي ما انت متخيل. تالت حاجة، يطلع واحد يقول لك ايه يا عم، ده انا الفلوس بتزيد عندهم. بتزيد بكام؟ بتزيد بكام؟ طبعا هو جايب خلفية من مصر والدول العربية ان الفايدة على شهادات الاستثمار عالية جدا. يعني في مصر ممكن توصل 16% دلوقتي، وساعات كان وصلت حاجة و20%. فهو متخيل ان البنوك هنا كده نفس الموضوع، فالفلوس بتزيد. لا يا حبيبي، الفلوس ما بتزيدش. الفلوس ما بتزيدش. تعالوا نشوف مع بعض بقى ازاي بنتسرق من البداية لغاية النهاية ونتصرف ازاي. طبعا اول ما حد بيجي جديد هنا اجباري لازم يفتح حساب جاري في البنك ده، يعني لا مفرار منه، لا فرار منه، لازم نعمله. ليه؟ لان الحساب الجاري ده هو اللي هحط عليه مرتبي، وهو اللي هطلع منه مصاريفي، وهو اللي هدفع منه فواتيري، فده اجباري. بس تلاقي البنك اول حاجة عملها لك ايه؟ حط لك مصاريف للحساب $4. يقول لك $4 وليك 4 ترانزاكشن، يعني 4 عمليات. طب هو انا افرض عملت اكتر من كده، لا ادفع بقى على كل عمليه دولار تاني. يا راجل، طب ده كتير قوي. يقول لك هو كده عايز افتحه لك اخليه لك $19.95 وانليمتد، زي ما انت عايز اعمل عمليات. 19.95 يعني $20 في الشهر، يعني $240 في السنه عشان حضرتك تفتح لي حساب جاري؟ دي سرقه علني. طيب هو السؤال، هو البنك ده مش بياخد فلوسنا بيشغلها؟ لما انا احط ايداع مثلا واعمل ايداع في البنك $10,000 او اي مبلغ، مش هو بياخد الفلوس دي بيشغلها؟ طب هو البنك بيديني حاجه من المكسب اللي هو كسبه؟ لا. طب لما ما بتدينيش حاجه وانت حضرتك بتكسب وانا ساكت ما بقولش لا، بس حضرتك بتدفع بالمكسب بتاعي ده مصاريف الموظفين بتوعك والوات ايفر بقيه الحاجه، مش يبقى يعني خلي عندك مش عارف ايه كده وما تحطش كمان عليا مصاريف؟ لا، هو في مصاريف. فيطلع واحد شاطر كده بيحب البنوك يقول لك ايه، ده هم بياخدوا مني $4 بس بيرجعهم لي تاني. بيرجعهم لك تاني يا حبيبي قصاد ايه؟ مش انت قافل شهاده استثمار ب $1000 مثلا معاهم وعامل كريدت كارد كمان، فيبقى عندك 3 برودكت؟ مش هي شطاره يعني؟ ما هم كاسبينك في الاخر وما بيدوكش حاجه على شهاده الاستثمار، بيدوك 1%، والكريدت كارد بيطلع عينك زي ما هنشوف دلوقتي. او واحد تاني يطلع يجي يقول لي ايه، لا ده البنك ده هايل، ما عنديش مشكله خالص، هو ما بيحطليش حتى 19.95. بس هو مش رابطك وقال لك انك الحساب لازم يبقى فيه $4000 كل شهر رصيد. طب وافرض انت عايز فلوس وما معكش غير 4000، ادفع ال 19.95. يعني كله مشروط 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 بسرعه علنيه. ده اول حاجه الحساب الجاري. اول ما بتخش حضرتك تعمل الحساب الجاري، جاري البنك يقوم عامل لك كريدت كارد، ودي خراب البيوت.
دي دمار، خراب البيوت. الكريدت كارد ليه؟ لانه بيسلفك من عنده فلوس، يقول لك خد كريدت كارد ب 1000 دولار، اصرف منهم يا حبيبي زي ما انت عايز وبرجعهم لي. ماشي، شكرا ليك، ده حاجه جميله جدا. المشكله بقى ايه؟ ان هو بيبقى قاعد لك مستنيك انك تقع. اول وقع عليك تعالى شوف بقى هيعمل فيك ايه. طبعا اول ما تيجي تفتح كريدت كارد ممكن كمان يبقى عليه مصاريف، يقول لك مصاريف الكريدت كارد كل سنه 35 دولار 40 دولار 100 دولار وات ايفر مصاريف، وانت مش واخد بالك ان في بيتحط عليك مصاريف. بس تاني حاجه بيعمل لك حد اقصى، الليميت بتاعك 1000 دولار. تمام، تعالى بقى حضرتك صرفت واتزنقت وما قدرتش تدفع ال 1000 دولار، دفعت اي مبلغ، يعمل ايه؟ فايده على طول. كام الفايده دي يا حبيبي؟ 29 31 33. ده خراب ديار، دي فايدة رهيبة. ويا ريت الفايدة بتبقى على اللي باقي، ده الفايدة على المبلغ كله، يعني على 1000 دولار كلها. ده ترامب حتى يعني من كتر يعني من الحاجة العدلة اللي عملها، يعني ان هو راح يتكلم عن الموضوع ده وقال لهم انتوا بتسرقوا الناس. يعني ده كتير جدا، 30 دولار 30%، ده رقم عالي جدا. وحاول ان هو ينزلها 10%، ما اعرفش وصل معاهم فين يعني. انما ده بدايه الكريدت كارد. تيجي حضرتك تتاخر يوم، فايده تاخير، يلا. تيجي حضرتك ليك 1000 دولار، عديت ال 1000 دولار من غير ما تاخد بالك، يعملوا لك فايده عشان عديت الحد الاقصى بتاعك. طب وانت حبيبي ليه سمحت لي ان انا اعديه؟ لا انا راجل جونتي، انا بسمح لك ان انت تعدي. طب انا مش عايزك تسمح لي. لا ما اقدرش، لازم اسمح لك عشان تقع واقوم مشرجك فوائد تانية. طيب تيجي تسحب كاش مزنوق مثلا، عايز 100 دولار ولا حاجه، تقوم حاطط الكريدت في المكنه ومطلع 100 دولار، تفاجئ ان هو ايه؟ مشرجك عليهم فلوس. يعني كل حاجه على الكريدت كارد خراب ديار. عشان كده الكريدت كارد دي من الحاجات الخراب الديار. تيجي بعد كده محتاج فلوس، يقول لك تعالى ادي لك لاين اوف كريدت من عندي، كارد يعني زي كارد كده. كام يا عم الفايده؟ يقول لك 11 ونص 12 ونص 13 ونص، مش مشكله يعني، حاجه بسيطه يعني. طب شغال، هتعمل ايه بقى؟ هو نفس النظام بتاع كريدت كارد شغال لحضرتك، لو ما سددتش اللي سحبته على طول كامل عليه فوايد، والفوايد مش عارف كام في المية، اللي هي 12 ونص او 13 ونص، وبعدين على السحب مش عارف ايه وعلى ايه. ونفس موضوع الكريدت كارد يخش لك في اللاين اوف كريدت، برضه نوع من خراب الديار. تيجي عايز بقى حضرتك تشتري اجهزه او تشتري عفش او تشتري وات ايفر، فتلاقي في المحل يقول لك ايه؟ بنك الفلاني عامل النظام الفلاني من غير فوائد، يا تفرح قوي. تبص تلاقي ان اول حاجه عاملها لك مصاريف الحساب، فتح الحساب 35 دولار 40 دولار 50 دولار، دي البدايه، واخدهم كده في جيبه عشان مجرد بس ان هو يسمح لك الموضوع ده. نمره اتنين، قاعد بقى مستنيك تقع، الوقعه على طول يوم جاي يطلب منك بقيه المبلغ بالكامل. يعني سي انت شاري حاجات ب 10000 دولار وبقى عليك 8 ونسيت، او حصل ان انت وقعت، يقول لك سدد لي الثمانيه كلهم مره واحده، كلهم مره واحده، ويحط لك بقى ايه فوق دماغك كده، فوق رقبتك سيف انك لازم تدفع، او فوائد قد كده يقسم بيها وسطك. فده برضو شراء العفش او اجهزه مش حاجه ظريفه خالص يعني. الحاجه الخامسه انك لازم تشتري بيت. فلما تشتري بيت مفيش حل غير انك تاخد مورجج، والمورجج مع البنك وده اجباري. بس تفاجأ بقى ايه؟ اول حاجه الريت اللي هم بيتحكموا فيه مع بعض مع البنوك، ويتحكم فيك تحكم رهيب، والريت هو كذا وهو كذا وهو كذا. تيجي تقول له يا عم ده عباره هو كده اذا كان عاجبك. الحاجة التانية اللي تفاجأ فيها في كارد البنك، ان انت حضرتك كارد البيت، ان اول 5 سنين حضرتك عمال تسدد فوائد، ما بتسددش غير جزء بسيط قوي من اصل الكارد، والباقي فوائد فوائد فوائد. هو عمال ياخد فوائده، لان هو ممكن متخيل ان انت بعد 5 سنين تسيب وتروح بنك تاني، فهو عمال ياخد يمص دمك فوائد، واصل المبلغ ما بيقلش كتير. طبعا لو اتاخرت عليه كفوائد، ولو فضلت ما تدفعش ياخدوا منك البيت ويبيعوه بقى باي حاجه، ياخدوا المهم القرض بتاعهم، وبعد كده انت ايه الباقي ده ليك لو فضل لك حاجه يعني. الاخطر من كده بقى هو تامين الحياه او تامين المورجج اللي بيتعمل عند البنك، وده نوع من انواع السرقه العلني. السرقه العلنيه ليه؟ لان حضرتك ده بيحطه لك القسط بتاع التامين اللي حضرتك اساسا ما بتبقاش عارف مبلغه كام، او بيقولوا لك اي رقم بيتحط على المبلغ قسط القرض وبيجي عليه فوائد. هتقول لي الكلام ده انت بتقول اي حاجه. لا، تعالوا نشوف مع بعض. مره عميل عندي كان واخد قرض من البنك، فرحت طلبت منه، انا قلت له الكلام ده ما صدقنيش، قلت له طب حضرتك روح البنك واطلب منهم ورقه مكتوبه بالقسط بتاعك كام وبتدفع ازاي وكلام من ده. فرفضوا. فرجع لي قلت له لا، روح تاني وافضل قاعد لهم واطلب الورقه. فعمل كده فعلا لغايه ما ادوا له الورقه، وجاب لي الورقه وجينا وشفناها مع بعض،
والراجل اقتنع 100% انه لقى ان قسط التأمين بتاعه مش ثابت، متغير على حسب الفوائد اللي بتيجي عليه من القرض. يعني كارثة، كارثة. طيب ده موضوع كمان تأمين. بعد كده عايز تشتري قرض عربية، للأسف برضو نفس الموضوع. لو عايز تاخد منحة الطلاب، متخيلين ان منحة الطلاب دي برضو في مرة من المرات حد هنا في بنك في كيباك راح بقى يحط تأمين حياة وعجز على الولاد اللي هم بيدفعوا يسددوا القرض من غير ما هم يعرفوا، والهيئة مسكت الموضوع ده وشرجت البنك $1.5 مليون. $1.5 عشان اللي عمله من غير إذن. فده برضو حاجة مش حاجات كويسة. تيجي بقى تقول لي الاستثمار البنك ده احسن استثمار في الدنيا. تعال نشوف ازاي. شهادات استثمار تلاقي يافطه كبيره محطوطه على باب البنك كده 4.5% بخط كبير جدا، فتتبسط وتقول واو احسن من 1% ولا نص في المية اللي بيعملوه. 4.5% ده رقم كبير، ده حاجه حلوه جدا، فتتبسط. تيجي تواجه ان هو انت مش واخد بالك بعد ما عملت الشهاده معاهم انها لمده سنه 4.5%، تحت كلمه 4.5 دي مكتوب لاول 3 شهور، وبعد الثلاث شهور بترجع ل 1% او نص في المية، وبالتالي انت بتضحك عليك وبتتسرق من غير ما تاخد بالك. تيجي بقى ايه برضو تفتح اول مره مثلا عندهم عايز تحط استثمار من غير ما يسالوك ومن غير اي حاجه، فجاه يقوم رابط لك شهاده بكام؟ 3 سنين او 5 سنين ما تقدرش تفكها الا في المده بتاعتها، ويعملوا كده عشان يفضلوا حاطينك في البنك معاهم ما تقدرش تخرج منهم. دي حاجه صعبه جدا. يجددوا لك الشهاده من غير ما تعرف. ممكن تبقى قايل لهم ان انا مش عايز اجدد، عندي عميل قال لهم ان انا مش عايز اجدد وجددوا له الشهاده برضو من غير ما يحترموا رايه ولا قراره. وبعد كده لما راح اشتكى في البنك قال لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قالوا له يا عم خلاص مش مهم، دي سنه هتعدي كده بسرعه وخلاص. ايه ده اللي انتوا بتعملوه؟ هو ده. نمره 2 صناديق الاستثمار. تيجي تشوف صناديق الاستثمار، المفروض صناديق الاستثمار دي حاجه شغاله على البورصه وبالتالي مكاسبها بتبقى عاليه جدا. انما تفاجئ ان البنك مديك، يعني عندي كلاينت جه قال لي البنك مديني فرحان قوي ان هو خد 5% في الصندوق الاستثمار. فقلت له 5% ايه ده؟ احنا مثلا بنعمل 11% و17% و22%، ارقام يعني ما تجيش ال 5% دي خالص يعني. طب هو المكسب فعلا بتاعهم 5%؟ لا طبعا المكسب اكتر من كده بكتير. طب هو ادوا للعميل 5% والباقي فين؟ هو البنك كله واخده؟ فما تقوليش ان البنك ده احسن استثمار لو سمحت، كفايه سرقه. طيب نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ في حاجات اجباري عندنا لازم نعملها، وفي حاجات مش اجباري لازم نعملها. الحاجات الاجباري اللي لازم نعملها مثلا زي لما بتيجي جديد وتفتح حساب، لما حضرتك تيجي تفتح حساب اسال على ان في حسابات من غير مصاريف. دي نمره واحد. نمره اتنين، اسال على حسابات ما يكونش يعني يسمحوا لك فيها بسنه او سنتين او وات، ما يكونش عليها مصاريف اللي هو الترانزاكشن اللي هي العمليات اللي بتعملها دي، تساعدك شويه. ولو حصل حاول ان انت تاخد افضل حساب ممكن، مش تروح اي حساب يقوله لك الموظف هناك تاخده وخلاص، لا، دور على الحساب اللي ينفعك فعلا. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو جالك حضرتك كريدت كارد دي حاجه كويسه مش وحشه انك تفتح كريدت كارد، لان ده بيعلي لك الكريدت سكور بتاعك. انا مش معترض على انك تفتح كريدت كارد، ده بيعلي كريدت سكور. بس اول حاجه برضو شوف كريدت كارد من غير مصاريف، وده موجود، يعني في كريدت كارد من غير مصاريف. نمره اتنين وهو الاهم، ان الكريدت كارد ده يكون الليميت بتاعه قليل، ما تاخدش ليميت $10,000 و$5,000 لان الفلوس بتغري، وانت ساعتها ممكن ما يبقاش معاك فلوس تقوم جاري ساحب بالكريدت كارد وتتدبس طول حياتك في ان انت عمال تسدد الكريدت بتاعك الفلوس دي. واعرف ناس كتير عمالين بقالهم مثلا 5 سنين بيدفعوش غير ال 5% وعليهم المبلغ ده محطوط عليهم، وده بيأثر عليك بعد كده في الكريدت سكور بتاعك، وده مره تانية ممكن نحكيها. انما اعمل كريدت كارد، خد الليميت قليل، اللي تصرفه اصرف قليل، ما تصرفش كتير، مشتريات صغيره قوي، وتعالى سددها قبل ميعاد الدفع باسبوعين عشان يعلي لك الكريدت سكور بتاعك، ودي حاجه كويسه. ثالث حاجه برضو المورجج ده اجباري، هتاخده منين؟ ما لازم تاخده من البنك. لما تيجي تاخد مورجج من البنك اول حاجه صح كده، ما تروحش اول بنك تروح يقول لك كذا تقول له امين. اول حاجه لما تروح تسال في البنوك قول له لو سمحت ما تلمس الكريدت سكور بتاعي، قول لي الاول اللي عندك ايه وبعد كده بسمح لك تبص على الكريدت سكور. وانت ممكن مع بنكك تكون شايف الكريدت سكور بتاعك وتقول له واعمل شوبينج، دور في كذا بنك، دور في كذا مكان، مش تستسلم لاول واحد. هو لما هيلاقيك مصحصح هيبتدي يجيب معاك من الاخر ويحاول يديك ريت كويس. تمام. نمرة 2 لما تاخد المورجج خلي بالك ان انت ما يخلكش تدفع الشهري، لان الشهري ده الفايدة بتاعته اعلى، فحاول تدفع كل اسبوعين او كل اسبوع لان ده بيقلل لك الفايدة شوية. نمرة 3 خلي بالك ان انت ما تعملش لايف انشورنس او مورجج انشورنس مع البنك، لان زي ما قلت لك ده ليه مشاكل كتيرة جدا هنشوفها بعد شوية.
نمرة 4 في المورجج، خلي بالك ان انت دايما تدفع في ميعادك. يسحبوا من البنك، ما تدفعوش انت، خليه يسحب من بنكك لان ده اضمن لك، ودايما يبقى فيه فلوس في حسابك عشان ما يحصلش عندك حاجه. نمره 5، تقدر تحط فلوس زياده مع المورجج. اعمل كده لان ده بيقلل لك الفوائد وبيقلل السنين بتاعتك. يا اما تخلي القسط بتاعك اعلى شويه، يا اما تحط كل سنه مبلغ، وهم ما بيسمحوش بكتير عشان هم مش عايزينك تعمل كده، انما تقدر تعمل كده وتجبرهم على الكلام ده. بعد كده عندك حضرتك الاستثمار بقى، اللي هم بيقول لك عليه ان هو ده احسن حاجه في البنك. ده مش اجباري انك تعمله، اوكي؟ لان اولا في انواع حاجات كتيره جدا في الاستثمار. الفايده الثابته اللي هم بيعملوها دي مش فايده اي حاجه ليها قيمه خالص، 1% ولا 1.5 ولا كلام فاضي من ده. حتى لو بيديك 3 شهور 4.5%، ده برضه يعني مش حاجه كبيره قوي، تمام؟ انما لو جينا اتكلمنا على صناديق الاستثمار، خلي بالك من موضوع الصناديق الاستثمار اللي في البورصه دي. اول حاجه لما تيجي تشتغلها، ما تشتغلهاش مع البنك للاسباب التاليه. اول حاجه، ما عندكش حد هناك يساعدك. يعني لو قعد معاك اول مره تانية بعد كده ممكن تلاقيه ساب البنك، ممكن تلاقيه مش، يعني لو هو ظريف وحلو كده معاك ممكن ما تلاقيهوش تاني، ممكن ما يبقاش فضيلك. يعني هو ما بيفرقش معاه ان حضرتك تبقى مبسوط او زعلان. نمره 2، ما عندهمش اي ضمانات. خلي بالك الصناديق الاستثمار بتشتغل على بورصه، فما عندوش اي ضمان. لو فلوسك راحت هيقول لك باي باي، شكرا ليك وسلام. واتكلمنا على كده في الموضوع في الفيديوهات اللي قبل كده على الموضوع ده. نمرة 3، ان هو برضو ما عندوش ضمانات للارباح بتاعتك. نمرة 4، الاهم بقى، اهم حاجة، ان كل البنوك مخترقة من اصغر هاكر. اي هاكر صغير كده يخش يهكر البنك، الحساب بتاعك، ويشوفه ويعرف كل حاجة، وممكن يسرق الفلوس بتاعتك. عشان كده انا قلت في اكتر من مرة، لو سمحت اللي عنده فلوس كتير في البنك ما يسيبهاش في البنك، يجيبها عندنا، لان احنا اضمن مليون مرة من البنك. لان انت حضرتك لو عايز تعمل ترانزاكشن عندنا لازم من خلال الادفايزر اللي هو انا او الشركه، وبالتالي ده حمايه ليك ان محدش يقدر يسحب فلوسك نهائيا. طبعا ليها سيستم ممكن ابقى اشرحه لك حضرتك في اي وقت انت حضرتك عايزه. انما حضرتك ما تسيبوش فلوس كتير في البنك لان الهاكينج سهل جدا. نمره 5، لو حضرتك في يوم من الايام لا قدر الله حصل لك افلاس، الحكومه هتحط ايديها على طول في البنك على الفلوس، انما عندنا ما بتقدرش. دي لو حضرتك عايز تستثمر. طيب هعمل تأمين مورجج مع البنك. تأمين المورجج ده من أسوأ أنواع التأمين. ليه؟ أول حاجة، لو أنا عامل تأمين ومراتي هي اللي هتاخد الفلوس، في البنك لا، البنك هو اللي هياخد الفلوس. طب مراتي تاخد إيه؟ ما تاخدش حاجة. نمرة 2، التأمين بيكون على رصيد المورجج. يعني حضرتك لو ابتديت تأمين ب 300,000 والمورجج ب 300,000، لو المورجج نزل بقى 200، التأمين هيبقى 200. ودي مش حاجة كويسة، لانك ممكن تفاجئ ان في وقت من الاوقات انا عايز اسيب فلوس للي بعدي وما الاقيش حاجه، هو يا دوبك البيت اتسدد. ودي مش حاجه كويسه. نمره 3، كل 5 سنين لو غيرت البنك هتضطر تغير معاه التامين. يعني انا عامل بنك مع البنك الملكي، رحت البنك بتاع مونتريال، ممكن لازم اغير التامين لانه بيقف، ما هو مربوط بالمورجج، وبالتالي في حاجة مش حاجه كويسه. فسني بيزيد 5 سنين، السعر ممكن يزيد، ولو جالي مرض مش هعرف، فاضطر اقعد في البنك اللي انا فيه عشان يبقى معاه نفس التامين والريت بتاعه اعلى. يعني هتبقى كومبليكيتد شويه. طيب نمره 4، الغريب ان السعر بتاع التامين المورجج ده اعلى من سعر التامين بتاعنا، ودي غريبه جدا، يعني حاجه غريبه. نمره 5، ان القسط بتاع التامين ده اللي انت واخده، برغم ان هو عمال يتناقص، فهو قسط ثابت. يعني حضرتك بتدفع $100 على 300,000، وبتدفع $100 على 200,000، وبتدفع $100 على $10,000، which is يعني مش حاجه كويسه انك تعمل حاجه زي كده، تمام؟ آه الحاجة الأخيرة كمان والمهمة في موضوع المورجج دي، سادس حاجة، خلي بالك إن هم بيحطوا القسط بتاع التأمين زي ما قلنا، بيحطوه مع قسط المورجج وبيجي عليه فوائد، وبالتالي قسطك مش ثابت. قسطك مش ثابت. والكلام ده أنا بقوله لكم عن ثقة، وحصلت معايا أنا شخصيا مع بنك في لاين اوف كريدت. هتقول لي أنت إزاي اتعمل معاك كده؟ اتضحك عليا يعني، بس الكلام ده واضح وممكن أقوله لكم بمستندات وبكل حاجة. فاينلي في النهاية احنا عرفنا ان احنا بنتسرق علني، بنتسرق واحنا موافقين بمزاجنا. حاول تقلل السرقه على قد ما تقدر. حاول يعني تبقى ناصح في كل التعاملات اللي مع البنوك، مصحصح لهم ومفتح، عشان في حاجات كتيره جدا بتحصل كمان يمكن انا ما قلتهاش. بس اي حد محتاج اي مساعده، اي استشاره، انا تحت امركم. تليفوني 514 559 0970 514 559 0970.
70. شكرا، سلام.